مهم جدا هو لقاء النادي الاهلي ولقاء العين الاماراتي. عندنا النهارده عدد كبير من متابعي اون تايم سبورتس اينما كنتم، مرحبا بكم في لقاء عربية ما بين العين بطل منافسات بطولة دوري وما بين النادي الاهلي بطل افريقيا المعتاد في السنوات الماضية. ينتظر منه الكثير في هذه المواجهات الكبيرة المنتظرة في حدة لجماهير النادي الاهلي، مفادها لأولئك الناس بأمل كبير ينصب عليكم، ولذلك بائع الذي يسأل عنكم فأجيبوه، ولذلك السائق الذي يركب ينتظركم. أما هذا الحاج الكبير فذاكرته إكرارها بهمتكم، وهذا الطفل لا يفرحه إلا الإنتن، يراد أن ترفرف في كبرى البطولات لأنها اعتادت أن تعلو في ليل. اليوم يحلق طائر الفينيق عاليا دون تردد. هذه المواجهات الكبيرة التي تجمع ما بين الفريقين، العين في مواجهته الرابعة عربية في هذه أو المواجهة الخامسة من هنالك من مدينة ميلانو، واللي هو ماركو دي بيلو حكم ثاني هذه المواجهة. تويسري مارسيل كولر بنفس الأسماء التي بدأت المواجهة الماضية في المنتصف الثلاثي الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن مروان عطية، أحمد إمام عاشور، طاهر محمد في الجانب اليمين، وحسين الشحات كبيرة حاضرة في التوقيت الراهن على كريسبي، وبحكم أن الدولي مع منتخب بلاده واحد أبرز الأسماء المرشحة عن بطولة أخرى، ويبحث عن مجد آخر، ويبحث عن تألق الروعة، يجعل من مارسيل كولر أحد أفضل الأسماء التي مرت. الكثير يتحدث بأن العين دفاعيا في هذا الموسم لم يظهر بصورة مميزة،